أهلا بيكم على قناتنا وقناتكم قناة خزنة الأفلام. فيا مساء الخيرات على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. حكايتنا النهاردة عن فيلم شهير من أفلام الكوميديا والدراما في السينما المصرية. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه وإيه قصته ومين أبطاله وتفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم عليه العوض، وهو واحد من أشهر أفلام الكوميديا والدراما في السينما المصرية، واتعرض سنة 2000. كتابة إبراهيم مسعود ومن إخراج علي عبد الخالق. الفيلم من بطولة إلهام شاهين وفاروق الفيشاوي. إلهام شاهين اتولدت يوم 3 يناير 1960، وهي من أشهر الممثلات المصريات، وقدمت أعمال سينما ودراما كتير متنوعة. اتولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة، واتعلمت في مدرسة نوتردام، وبعدها دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية واتخرجت منه سنة 1982 من قسم التمثيل. بداية إلهام كانت على المسرح، لكن الانطلاقة الحقيقية ليها جت من السينما، وخصوصا بعد فيلم أمهات في المنفى سنة 1981، وبعده فيلم العار اللي كان سبب شهرتها الكبيرة وانطلاقتها الفنية. فترة الثمانينات كانت من أنجح الفترات في مشوارها، وقدمت فيها أكتر من 33 فيلم وحققت نجاح كبير جدا. إلهام عندها أخت اسمها إيناس شاهين، وأخوها أمير شاهين اللي دخل التمثيل بمساعدتها. ومن أكتر الحاجات اللي اتكلم عنها الوسط الفني وقتها كانت قصة انفصالها عن رجل الأعمال عادل حسني، لأنهم عملوا حفلة ضخمة في فندق في اسكندرية وعزموا أكتر من 300 شخص، وكل الناس كانت فاكرة إن في مشروع فني أو مناسبة كبيرة، لكن المفاجأة إنهم أعلنوا طلاقهم قدام الكل. إلهام شاهين ما خلفتش أطفال، وقالت أكتر من مرة إنها ضحت بفكرة الإنجاب عشان تركز في شغلها ونجاحها الفني. أما قصة فيلم عليه العوض فبتدور حوالين عوض اللي شغال حنوتي، وبيحاول يلاقي طريقة يضمن بيها مستقبله. عوض بيقرر يدخل مجال غريب شوية، وهو بناء المدافن السياحية، خصوصا إنه عنده قطعة أرض ورثها عن أبوه، وعايز ياخد قرض من البنك عشان ينفذ المشروع. في نفس الوقت فرحانة اللي شغالة ندابة بتحب عوض جدا، لكن أمها كانت رافضة الجوازة دي. وبعد وفاة الأم بيتجوز عوض وفرحانة، ويبدأوا سوا يحققوا حلمهم. عوض بيسافر بره، وفرحانة تشتغل أوقات ندابة وأوقات تانية رقاصة عشان تساعد في المصاريف. وبعد ما عوض يقدم على القرض، ست غنية بتستولى على فلوس القرض، وبيخسر كل تحويشة عمره. ورغم كل المشاكل والصدمات، عوض وفرحانة ما بيستسلموش، وبيقرروا يكملوا ورا حلمهم مهما حصل. ومع الوقت الأحداث بتتصاعد، وتحصل مواقف كتير مليانة صراع ومفاجآت.